البنت الصغيرة دي كانت كل يوم شايلة شوال مليان أزايز بلاستيك ورايحة بيه المكان إعادة التدوير، بس الراجل صاحب المكان ده كان دايما بيبصلها باشمئزاز وكل شوية يتمتم ويقول وش فقر أول اليوم ده نحس. لكن البنت كانت بتتجاهل كلامه وبتسأله بأدب النهاردة الأزايز دي تسوى كام؟ الراجل رمالها شوال على الميزان وفي السر استخدم ريموت علشان يزور الوزن، بس لما شاف الرقم حط 20 دولار في ايديها وهي فرحت جدا وابتسمت ومشيت. قبل ما تمشي ندلها ورمالها كيس في هدوم قديمة وقال لها دول شوية حاجات لقيتهم عندي. مراته اتعصبت من اللي عمله، بس هو قال لها بصي بره. لو ابو البنت واقف شكله مريض عقلي، ورغم انها صغيره كانت شايله مسؤوليه كبيره علشان تلاقي له علاج. اكتر حاجه لمست قلب مراته ان البنت ركعت قدامهم تشكرهم، كانت عارفه ان الراجل بيساعدها في السر طول الوقت. بعد شويه ولد البنت وقع فجاه والراجل ومراته جابوا عربيه ودوها على المستشفى. الدكاتره قالوا ان عنده تلف في جذع المخ ولازم عمليه طارئه، بس تكلفتها 200 ألف دولار، والدكتور رغم تعاطفه ما قدرش يساعد. البنت كانت هتنهار، بس الراجل اداها كل مدخراته وقال لها ما تستسلميش. بتشجيع منهم علقت كرتونة حوالين رقبتها وبدأت تجري في المستشفى من قسم للتاني تطلب المساعدة، بس الكل كان بيقفل الباب في وشها لحد ما شافتها سيدة أعمال كانت بتزور أبوها وشعرت إن شكل البنت مقلوب، فبعتت مساعدتها تديها مبلغ كبير وقالت لها بلطف مش مفروض تطلبي فلوس هنا. البنت شكرتها وهي مش عارفة إن الست دي أمها الحقيقية. من 5 سنين الست دي كانت عايشة مع أبو البنت رغم رفض أبوها الغني، وكانوا فاكرين إنهم هيكملوا سوا في سعادة. بس يوم الولادة حصل للسيدة انسداد في المشيمة وكان لازم تتحول للمستشفى تانية. أبو البنت كان شغال عامل ومعهوش فلوس يدفع، لكن أبوها لحقهم وجاب دكاترة كبار وأنقذ بنته، بس المصاريف كانت نار والأب اضطر يهدده وقال له إما تسيب بنتي أو مش هعمل العملية. الراجل وافق وهو بيعيط علشان بنتهم تتولد بأمان. وبعد الولادة الجد قال لبنته إن البنت ماتت وكان فاكر كده الموضوع خلص، لكن بنته هربت من المستشفى وراحت تدور على حبيبها وحلفت له إنه مش هتتجوز غيره، بس وهو بيحضنها اتزحلق من فوق السقالة ووقع في غيبوبة والبنت فقدت وعيها. أبوها استغل الموقف وقال لها إن الراجل مات علشان يقطع علاقتهم نهائيا. رجعت البنت استلمت الشغل ورفضت أي جوازة تتعرض عليها، والحزن اللي جواها كان سبب في أزمة قلبية لأبوها، ومن ساعتها ما شافتش الراجل ده تاني. وبعد ما اطمنت إن أبوها كويس خرجت من المستشفى، بس بالغلط ووقعت الخاتم اللي الراجل كان مديهولها من زمان. أبوها لقى الخاتم واداه للبنت اللي كانت واقفة تشحت بره، ولما الست لاحظت إن الخاتم اختفى رجعت تدور عليه، ولما شافته في إيد البنت افتكرت إنها سرقاه وصرخت فيها تطلبه. البنت حاولت تشرح وقالت إن راجل عجوز هو اللي اداهولها، بس الست ما صدقتش ومع ذلك حاولت